كلشي تكلم على الدعم الجديد لشراء السكن الاقتصادي، لكن حتى واحد ما تكلم على كيفاش غادي تشد هذا الدعم بالتفصيل الممل. بقى معنا في هذا الفيديو باش تعرف كيفاش ممكن تدفع لطلب الدعم، وشحال هي مدة الإجابة على الطلب ديالك، وشكون غادي يتكلف ليك بهذه العملية، والعديد من المعلومات اللي غادي تسمعها لأول مرة على صفحة أجد فما البنك. الدعم الجديد لشراء السكن الرئيسي يختلف على حسب مبلغ الشقة أو المنزل اللي باغي تشري. إلا كان السعر أقل من 30 مليون فالدولة غادي تعطيك دعم ديال 10 المليون، وإلا كان سعر الشقة ما بين 30 و 70 مليون فغتستافد من دعم قيمته 7 ملايين. شروط الاستفادة من هذا الدعم هي أنك أولا تكون مغربي أو مغربية، وما يكونش عندك ديجا سكن رئيسي، وأن تتم عملية الشراء عبر موثق يعني النوطير، وملي تشري الشقة تبقى ساكن فيها لمدة لا تقل على 4 سنوات. طريقة الحصول على هذا الدعم أو المنحة تنقسم إلى عدة خطوات. الأولى هي إيضاع الطلب عبر منصة إلكترونية غادي يتم إنشائها من طرف هيئة عمومية، وبعد إيضاع الطلب غيتم الرد عليه بالقبول أو الرفض في أجل لا يتعدى 7 أيام، وهذه غتكون غير موافقة مبدئية. بعدها غتمشي عند الموثق أو النوطير باش يقاد لك الوعد بالبيع، ويدفعوا في نفس المنصة الإلكترونية، مرفقا بنسخة من رخصة السكن اللي لازم تكون مسلمة ابتداء من فاتح يناير 2023. هذا الطلب لابد يقوم الموثق بإيداعه في أجل لا يتعدى 7 أيام من تاريخ كتابة الوعد بالبيع. بعد إيداعه لهذا الطلب غادي يتم الموافقة النهائية على منح الدعم في أجل لا يتعدى 15 يوم، وصرفه هي إما عن طريق تحويل بنكي مباشرة إلى حساب الموثق، أو بشيك بنكي باسم نفس الموثق. أجي دابا تعرف الخطوة اللي لابد أنك ترد لها البال، خصوصا إلا كنتي غادي تاخد الشقة بقرض بنكي، حيث ينص مرسوم الإعانة أنه عندك أجل ديال 30 يوم ابتداء من تاريخ توصل الموثق بمبلغ الدعم باش تكمل إجراءات البيع، ويقوم الموثق بإضافة نسخة من عقد البيع النهائي وشهادة الملكية بالاسم ديالك إلى المنصة الإلكترونية. وفي حالة تجاوزتي هذه المدة ديال 30 يوم وما زال ما كملتيش عملية الشراء، فالموثق ملزم أنه يرجع مبلغ الإعانة. هاد 30 يوم جد كافية لشي واحد باغي يشري كاش، أما إلا كنتي غتشري بقرض بنكي فبعض الأبناك تحتاج أكثر من 30 يوم غير باش تحصل على الموافقة ديال القرض، عاد باش يكمل لك الموثق إجراءات الشراء، وبالتالي غادي يضيع منك مبلغ الدعم. إذا قبل ما تبدأ هاد الإجراءات كاملين لابد أنك تمشي للبنكة ديالك وتسولهم على المدة اللي غادي يوافقوا لك فيه على القرض، وكنظن أن الأبناك التهمة غادي يحاولوا يغيروا من طريقة دراستهم لهاد الملفات باش الزبون يحترم هاد المهلة الزمنية ديال 30 يوم. كنتمنى أنكم تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، وكيف ديما ما تنسوش تدعمونا بالبارتاج، وإلا كان عندك سؤال خلي لنا في التعليقات. تحياتي وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.